ضروري تحمروا البصل كويس وما يكونش فيه سوائل علشان ما يطرش منكم بعد شوية. احنا عايزينه يفضل كريسبي. بدأنا بتحمير البصل علشان هنستعمل زيت تحمير البصل في كل الخطوات الجاية، بس في خطوة ضرورية بعد ما نحمر البصل كويس، ان احنا هنصفي زيت البصل من اي زوايد موجودة فيه، علشان لو سيبنا اي زوايد في الزيت هتمرر الزيت وتبوظ طعمه. بصوا البصل اتحمر بقى لونه حلو ازاي، سامعين صوت القرمشة الحلو، فعلا كهرمان. صفيت زيت التحمير واخدت منه شوية، حطيتهم في الحلة ولما سخنوا نزلت عليهم بنص كوباية من الشعرية، قلبتها شوية وبعدين نزلت عليها بشوية من المكرونة المرمرية والسباكيتي. طبعا السباكيتي لازم نكسرها. حطيت مكعب مرقة خضار